هنعمل النهارده بسكوت جوز الهند، وهو بسكوت مقرمش وهش وبسيط خالص من البسكوتات القديمه بطعم وريحه زمان. قبل ما نبدا في الفيديو، اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكوا وصفاتي. اول حاجه في المقادير بتاعته هنبقى طحنين كوبايه سكر بودر، هنجهزها، وهنجهز كمان كوبايه سمنه على زيت. يعني مثلا نحط 3/4 سمنه وربع زيت، نص سمنه ونص زيت زي ما نحب. يعني انا حطيت سمنه وزيت مع بعض في كوبايه واحده. هنقلبهم كده مع بعض شويه، وبعد كده هنضيف عليهم بيضتين، والفانيليا ما ننساهاش نضيفها دلوقتي على طول عشان ما ننساهاش. بعد كده بقى هنقلب كله بالمضرب اليدوي، اللي هي ثواني بس، كله هيدوب على طول، لان السمنه اصلا بدرجه حراره المطبخ والسكر بودر، فكله هيدوب، يعني هيدوب على طول، ومش بنحتاج غير المضرب اليدوي بس. هنقلب بس كده شويه لحد ما يدوب، وبعد كده هكون مجهزه كوبايتين جوز هند. هو اصلا بسكوت جوز هند فبياخد كميه كبيره من جوز الهند. هنقلب بقى بالمعلقه، وبعد كده هبقى نخله 4 كوبايات دقيق، مش هضيفهم مع بعض خالص. انتوا عارفين ان كل دقيق بيحتاج سوائل غير التاني، فانا هبقى مجهزه ال4 كوبايات، واضيف شويه بشويه، واضيف عليهم كمان معلقه بيكنج باودر كبيره، واقلب بقى بالمعلقه لحد لما يعني العجينه تتقل معايا شويه. هسيب بقى يعني المعلقه، واقلب بقى بايدي كده، اللي هو هلف العجينه يعني علشان ابقى يعني ابقى عارفه هي هتاخد دقيق قد ايه. هلفها بايدي، انا عايزه اوصل في الاخر لعجينه تكون طريه بس مش بتلزق في ايدي، حسب ما هياخد يعني الدقيق. لو اتمسكت العجينه واتكونت قبل ال4 كوبايات هنسيبهم عادي. انا عموما سبت تقريبا ربع كوبايه من ال4 كوبايات، حسيت ان العجينه لمت وبقت طريه معايا زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده. يعني اتبقى كام معلقه دقيق كده، تقريبا ربع كوبايه. حسب نوع الدقيق ممكن انتوا تاخدوا ال4 كوبايات عادي. هشكله باي شكل. احنا عايزين نعمل بسكوت بسيط كده سهل. انا بحس ان الشكل اللي هو المدور اللي انا بعمله ده ابسط حاجه ممكن نعملها فيه. لو حابين تشكلوا باي قطعه او اي حاجه عادي، بس احنا بنعمل لاولادنا، يعني عايزين نبقى ناخد الامور بسيطه وسهله شويه. هنشكل البسكوت كله وهندخله الفرن على درجه حراره 180 بالتقريب. هيقعد 20 دقيقه، هياخد لون بسيط خالص من تحت، واصلا جوز الهند بتبقى بتخلي البسكوت ابيض. البسكوت طالع حلو جدا جدا، عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه.